السلام عليكم البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم فيديو اللي غادي يكون مسمن معمر، يا سلام، ومسمن اللي غادي يكون ما معمرش. المهم غادي ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. مسمن اللي كيجي ناجح 100% البنات، شي حاجه اللي زوينه غادي تعجبكم بزاف. غادي نشارك معكم ان شاء الله المقادير والطريقه. اول حاجه البنات غادي ناخذ الدقيق. انا غادي نخدم ترموميكس، من نتوما تقدروا اللي ما عندهاش ترموميكس تعجن في العجانه عاديه ولا تعجنها بيديها. المهم بما اننا عندي الترموميكس وكنت وعدت بعض ديال البنات اللي معايا في القناه طلبوا مني اي حاجه درتها في الترموميكس نشاركها معاهم. هنايا البنات قبل ما يفوتني الفيديو غادي ندير هنايا تقريبا 2.5 ديال الدقيق الابيض مع 2.5 ديال الفينو، ودرت شويه الملح، درت واحد المعلقه ديال الخل الابيض كيخلي لنا هذاك المسمن كيجي غزال البنات وما كيجيش شارب الزيت، كيجي زوين. غادي ناخذ واحد نص معلقه صغيره ولا تقريبا الراس ديال المعلقه ديال الخميره ديال الخبز اللي غادي نديرها هكا في واحد الزلافه، وغادي نزيد عليها شويه ديال الماء وشويه ديال السكر. علاش؟ غير باش هذيك الخميره تذوب لينا، وغادي نديرها في هذا المسمن باش كيجي خفيف وما كيجيش شارب الزيت وكيجي زوين. صدقوني البنات الطريقه اللي زوينه غادي تعجبكم ان شاء الله. المهم غادي ندوب هذيك الخميره وغنخليها تفاعل واحد شويه، وغادي نخويها فوق الخليط ديال الدقيق. هنا البنات كنوريكم هاد البواطات هادو اللي كنت شاركت معكم في المشتريات، راهم زوينين البنات، هكا تستعملوهم لاي حاجه، عندهم السداده اللي زوينه. المهم خويت الخليط ديال الخميره وغادي ندير الماء الكافي اللي غادي يكفيني. المهم غادي ندير الفيتاس ديال العجينه وغادي نعجن هكا كما كيبان لكم المسمن ديالي. الصراحه تهنيت من الدليك ومن سهل عليا بزاف ديال الحوايج. المهم اللي عملي بزاف، والعجينه المسمن يا البنات كتجي طالقه وكتجي زوينه، يعني ما غاديش تسناوها ولا غادي تخليوها حتى تطلق. صافي منين كتجبديها من هكا من البول وكتخدميها طالقه تقدري تخدميها هذيك الساعه. هنا البنات كنوريكم العجينه كيفاش خصها تكون، ماشي قاصحه ماشي جاريه. بالنسبه للماء انا هز ليا 500 مليلتر ديال الماء. صافي غادي نقسم العجينه انا ديال على جوج، دهنتها هكا بشويه ديال الزيت وغنديرها في واحد بلاستيك هكا، كيس بلاستيكي، وغادي نخليها فيها المومو اللي غادي ندير انا الحشوه ديالي. هنا خديت الفلفله اللي بالالوان كنشريها هكا كونجلي، وخديت البصله عندي هنا تقريبا واحد 3 البصلات كبار اللي دوزتهم هكا في لاشواغ. وغادي ندير العطريه المعتمده عندي، الملح، البزار، سكينجبير، الثومه بودغ، تقدروا ديروا الثومه عاديه، تحميره، شويه ديال الحار وشويه ديال الهريسه. الحار هو الهريسه، ايوا. خديت هنا زيت الزيتون، غادي نخلي داكشي كيتقلى مزيان وغادي نوريكم ان شاء الله من بعد كيفاش غتكون الحشوه. صافي هنا خديت العجينه من بعد ما طلقات، هنا خديت البلونشه البنات اللي شاركت معاكم، اللي كنت شاركت معكم في الفيديو الاخير ديال اكسيو اللي غزاله البنات. وانا كتعرفوا العود قد ما دهنتيه بالزيت قد ما كيجي زوين. المهم انا خدمتها المسمن، يا سلام البنات عمليه. صافي هنا غنديروا هكا كويرات ديال المسمن وغنخليهم يطلقوا. هنا جات عندي الصديقه ديالي صاحبتي لقاتني خدامه قلت لها زيدي، وزادت عاوناتني الله يعطيها صحيحتها. المهم هنايا هي كتكور في المسمن خلاته يطلق، وانا كملت على الحشوه. زدتها البنات قبل ما قلت لكم غنخليها تبرد، انا باقا كاع ما كملتها. زدت عليها البصله بما ان كاينه صاحبتي غتعاوني، زدت الكميه، زدت البصله طحنتها وعاود زدتها. هنا البنات بغيتو ديروا الكفته ديروها، ما بغيتوهاش غديروها غير بالبصله والفلفله، راها كتجي زوينه بزاف. انا هنا درت تقريبا واحد 250 غرام ديال الكفته، وزدت عليها هنايا المعدنوس اللي هكا مطحون في لاشواغ، وزدت عليها شويه ديال العطريه ديال الدجاج كتعطي واحد البنه فنه لهاد الحشوه ديالنا. زدت شويه ديال زيت الزيتون. صافي هنايا غادي ندير الزبده ما ذوبتهاش، كتكون هكا على شكل بوماد مع شويه ديال الزيت، وغندير عليهم هنايا شويه ديال التحميره بابريكا باش ملي كنبدا نفرق في المسمن ديالي كيعطي واحد اللون زوين وكيجي محمر. اللي ما بغاش يدير بابريكا يدير الهريسه حاره، انا كتعرفوا مع الوليدات
ما بغيتش نكتر الهريسه. صافي غادي نخلط هاد الخليط هذا اللي غادي نبقى نفرق به المسمن. وغادي ناخد هنايا السميده. هذا راه القرنفل البنات كنديرو انا هكا في السميده وفي الدقيق باش ما كيخسرش وكيبقى يبقى زوين هو وورقه سيدنا موسى. كيبقاو ليا زوينين ما كيخسروش ليا الدقيق. صافي هنا غادي ندير شويه ديال السميده رقيقه وغنزيد عليها شويه ديال الفينو وبها باش غادي نبقى نفرق هاد المسمن ديالي. وغادي نزيد واحد خميره انا حيت عندي من 11 غرام بزاف. درت تقريبا واحد 7 غرام ديال الخميره. ديروا نتوما واحد المعلقه صغيره خميره ديال الحلوه. صافي وغنخلطها مزيان مع هاد السميده والفينو باش غنفرق المسمن ديالي. هي اللي كتخلي المسمن كيجي مورق وكيجي زوين. صافي هنايا غادي نبقاو نسرحوا في المسمن. هنايا صاحبتي قلت لها زيدي تخدمي عاوناتني الله يعطيها صحيحتها. صافي غادي نفرقوا مزيان 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 هاد المسمن حتى كيبان لينا طاوله العمل. قد ما كان رقيق قد ما كيجي مسمن ديالكم زوين. واخا غادي نعمروها البنات خاص ضروري يجي رقيق ويجي ممرق. صافي غادي نبقاو نسرحوا في العجينه وحنا كندهنوا بهذيك الزبده والزيت ديالنا حتى كترقاق لينا العجينه. المهم راه الفيديو شارح نفسه البنات. وفي نفس الوقت غادي نرشوا شويه من هذاك الدقيق و هذا السميده والفينو اللي خلطت مع الخميره. علاش هذيك الخميره هي اللي كتخلي هذاك المسمن كيجي مورق ويجي مفشفش كيجي زوين. صافي هنا غادي نديروا الحشوه ديالنا من بعد ما بردات البنات. ما وريتهاش لكم خليتها بردات مزيان ودرتها في واحد الصفايه باش تقطر ما يبقاش فيها هكا هذيك لاصوص تقطع لينا العجينه. صافي غادي نديروا الكميه اللي بغيتو غديروها ديال الحشوه. صافي وغنطويو المسمن ديالنا عادي كما كنديروا دائما. وغادي نديرو في نفس الوقت سميده ونسدو هكا نجمعوا المسمنات ديالنا. بغيتو ديروهم يجيو على شكل ملويات حتى هما تقدروا ديروهم. هنا شوفوا كيفاش كدير المسمنه كتقلبها على الجهه الاخرى باش كتجي العجينه من هاد الجهه ومن هاد الجهه. صافي هنايا هي انا الصراحه ما كنديرهاش مدوبله. هنا صاحبتي قالت لي لا نديروها على جوج باش كيجي زوين يجي كبير. وبصح النيت جاو كبارين جاو زوينين. صافي دارت وحده وغادي ديرها في قلب وحده باش غادي تغلفهم والنيت باش ما يبقاش هذوك الحشوه تخرج لينا. صافي هنا كتبقى الدهن بداك شويه ديال الزبده شويه ديال السميده حتى غادي نطويهم عاديه بحال مسمنه عاديه وغتحطهم على جنب. وغنبقاو غاديين البنات على هاد الطريقه حتى نكملوا كاع المسمنات ديالنا. والبنات راه المعاونه كتغلب السبع تبارك الله. انا كنت غندير غير كميه صغيره. منين جات صاحبتي صدقت زدت البصله وزدت الكفته وزدت كلشي ولات عندنا واحد الكميه كثيره. المهم غناكلوا اللي غناكلوه اللي بقى غادي نحتفظوا به ان شاء الله في المجمد. البنات المسمن في بغيتو ديروه في الفريغو ديروه هكا كل وحده ولا جوج ديروهم في واحد الصاك كونجيلاسيون وديروهم في الكونجيلاتور. منين تبغيوهم جبدوهم وسخنوهم عادي بحال يلاه طيبتوهم. صافي هنا غنبقاو كما بان ليكم الطريقه راه باينه وشارحه نفسها. صافي غادي نكملوا حنايا هاد المسمن هذا. الوقيته اللي صاحبتي كتكمل قالت لي علاش لا جي نديرو مسمن عادي. صافي انا خديت طاموميكس ودرت فيه واحد الكميه اخرى ديال الدقيق اللي خلطته الدقيق والعادي والفينو. دائما غلبوا شويه الفرص على الفينو باش ما كيجيكمش مسمن ديالكم قاصح. شوفوا هنايا البنات كيفاش جا غزال البنات. وهاد البلونشه يا سلام البنات. صافي هنا غادي نبداو نطيبو. انا درت المسمن الاخر كيتعجن وهنا غادي نبداو نطيبو في المسمن ديالنا اللي كترقوا مزيان كتعرفوا فيه الخل وفيه الخميره باش ما يجيش غليظ وما يجيش زوين. صافي غادي نطيبو في المقله اللي كنطيبو فيها المسمن عاديه. وهاد المقله هادي راه طالبه معايا الشرع البنات راه صافي خصها واحد الحكه ان شاء الله. غادي نحكها مزيان غادي نحيد لها كاع داك الشيء وتولي مقله جديده ان شاء الله. نهار غادي نديرها غنشاركها معكم باذن الله. صافي هنا كنبقاو نطيبوا في المسمنات ديالنا. شوفوا كيفاش كيجيو مرقين وكيجيو زوينين زوينين البنات راهم باينين من الفيديو. صافي غادي نكملوا الطياب ديال المسمن وان شاء الله غندوز معكم المسمن العادي حتى هو. شوفوا لي انا البنات كيفاش كيجي يا سلام يا سلام. وان شاء الله في الاخر الفيديو البنات غادي نشارك معكم الطاوله ديال الكوتي اللي منها كما قلت لكم كوتي وعشاء. لان كتعرفوا دابا ولا كيجي المغرب كيجي دغيا دغيا ودغيا كيظلم الحال.
صافي هنايا كيجي على مزويناتو البنات، شي حاجه اللي زوينه زوينه بزاف وما شاربش الزيت. هنا راني كنوريكم البنات كيفاش جا زوين. وهنايا البنات غنوريكم المسمن اللي عجنته حتى هو، خليته طلق غير واحد شويه. المومو اللي كملنا هذاك بالطياب حتى هو درت فيه شويه الخل، شويه الملح، شويه الخميره، وان شاء الله غادي نديرو مسمن عادي اللي غادي يجي زوين زوين البنات، كيجي مفشفش، كيجي غزال. صافي هنايا غادي ان شاء الله غادي نبقى ندير الطريقه نفسها اللي درت فيها هذا، غير هذا غيكون سامبل ما غاديش يكون معمر. صافي هنايا حتى هو غادي نديرو وحده في قلب وحده باش كيجي مرق وكيجي زوين. اللي ما كيبغيش المسمن كبيره البنات يدير غير وحده، ما كاينلاش يدير وحده في قلب وحده. صافي هنايا كندهنو بهذاك الدقيق نفسه اللي فيه الخميره والفينو وشويه ديال السميده رقيقه والزبده حتى هي اللي كتكون عاديه بوماد. صافي وغنبقاو غاديين على هاد الطريقه، غنديرو وحده في قلب وحده وغادي ان شاء الله نطيبو المومو اللي غادي نكملوه كامل. فغادي نشعلو عفوا على المقله وغادي نبقاو نطيبو المسمن ديالنا عادي. نشارك معكم بعض اللقطات البنات ديال المسمن فاش يكون كيطيب. صافي كنبقاو غاديين هكا كما بان لكم الطريقه باينه. ولا كنت كنشارك معكم بحال هادشي البنات كما قلت لكم، راه كاينين البنات اللي ما كيزعموش ولا المبتدئات ولا كيبغيو يديروا المسمن وما كيزعموش، والطريقه راها كتجي زوينه زوينه البنات. شوفوا لي البنات كيفاش كيجي مرق غزال غزال. وهاد المسمن البنات راه كندير به انايا بسطيلات معمرين، غير دابا ملي كنديرهم هكا مربعين في شي فيديو اخر ان شاء الله غادي نشاركو معكم، غادي تسرحوه مزيان 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 وغتقطعوه على 4 وغادي ديروه كتعمروا به البسطيله ديالكم البنات، كيجي غزال غزال غزال. نفس هاد الطريقه ديروا بها ان شاء الله البسطيله كتجي فنه. صافي هنا البنات كنبقى نطيب في المسمنات ديالي. قبل ما طيب غير تبان ليا شدت راسها نبدا نقلب فيها، قد ما المسمن قلبتوه هكا في المقله قد ما كيجي زوين وكيجي منفوخ وكيجي الطياب ديالو زوين. صافي كنبقى غادا على هاد الطريقه، كندير غير المره الاولى اللي كندير المقله، من بعد صافي ما كنبقاش ندير كاع في الماء المهدات الدسمه ما كنبقاش نديرها. كما كيبان لكم كيجي محلول وكيجي زوين البنات على هاد الطريقه هذه. هنا غادي نوريكم كيفاش كيجي يا سلام البنات. المهم اليوم راه تاع المسمن وما كنتش ناويه نصور، قلت علاش لا نشارك مع البنات واخا دايره في القناه، تلتحقوا بيا بنات اخرين في القناه. كما قلت لكم في اول فيديو كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى القناه ديالي تعجبكم، قناه ديالي وديالكم في نفس الوقت. هنايا البنات كنحلو انا شويه الطريقه تعلمتها من الوالد ديالي، دائما كتحل مسمن هكا ملي كيبرد شويه كدير ليه هاد الطريقه باش كيتحل وكيجي زوين. صافي البنات انا غنكمل باش الفيديو ما يجيكمش طويل، غنبقى غادا على هاد الطريقه حتى نكمل المسمنات ديالي كاملين وان شاء الله نتلاقى معكم في الاخر في الفيديو. غادي نشارك معكم الطريقه ديال التعمار ديال اتاي اللي الطريقه ديالي. انا راه كنوريكم السمنات ديالي كيفاش جاو محلولين يا سلام. صافي البنات هذه هي المسمنه الاخرى، شوفوا كيفاش كتجي يا سلام، شي حاجه واعره. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله كيفاش كنعمر اتاي. المهم تقدر تكون شي وحده ما كتعرفش دير اتاي، شي مبتدئه معانا. المهم غنوريكم الطريقه اللي كندير انا الاتاي وغنشارك معكم البراد اللي حكيت اللي ولا براد جديد جديد جديد، وغنشارك معكم الطاوله ديالي ديال الكوتي اللي في نفس الوقت عشاء ان شاء الله. نتمنى الفيديو يعجبكم البنات، وإلا عجبكم كما العاده ما تنساوش جيم لا فيديو بارطاج مع صحابكم وحبابكم هكا كيوصلكم كل جديد. اشنو غنحتاج الاتاي البنات؟ ضروري براد كيسان، مهم النعناع اللي قطعته من الجرده، واتاي حبوب والسكر، واللي ما كيبغيش الحلاوه ما يديرش السكر. غنوريكم الطريقه ان شاء الله. المهم هنايا البراد غناخذ البنات عفوا بطبيعه الحال غادي ناخذ البراد اللي انا غسلته مزيان ومنقي كما قلتو حكيته ولا براد يا سلام. اول حاجه البنات غناخذ اتاي، غناخذ تقريبا انا 2 تاع المعلقات ديال اتاي حبوب
اللي غادي نديرهم. وغادي ناخذ الماء السخون، الماء اللي طايب. غادي ندير تقريبا واحد شويه، ناخذ واحد الكاس اللي ترونسبارو باش يبان لكم. غادي نحاول نحيد هذا الماء الاول، غادي نحتفظ به. هذا الكاس الاول البنات ما كنلوحوش، كنحتفظوا به، والكاس الثاني هو اللي كنحيد. هانتوما غادي تشوفوا معايا البنات. المهم هذا راه اتاي زوين غنحتفظ به. وهنا غادي ندير واحد شويه، وغادي نبقى كندير ليه بحال هكا. هانتوما غادي تشوفوا معايا البنات هذا كيفاش داير والاخر كيفاش داير. عاد تقولوا لي كلشي كيعرف يعمر اتاي. تقدر كما قلت لكم شي وحده ما تكونش عارفه يلاه تزوجات ولا ما عمرها دارت اتاي، وكل واحد وطريقته في اتاي البنات. انا غنوريكم هذا اللي غادي نحيد دابا، هو هذا. شوفوا البنات اللون ديالو كيفاش داير. هذا كنلوحوه ما كنخليوش. شفتوا كيفاش كحل؟ هذا هو اتاي وهذا الوسخ. المهم انا هي الطريقه ديالي ديال الوالديه وديال عائلتنا كامله، هذه الطريقه اللي كنديروا الاتاي. كنحاولوا حنا نحيدوا كاع هذا ما نخليوش. هانتوما شوفوا البنات، هذا يتلاح وهذا هو اتاي. صافي هنا البنات غنبقاو في اتاي ديالنا. هذا غادي نلوحو وهذا غادي نردو في البراد. اللي بغى يدير النعناع دابا يديرو، اللي بغى يخليه حتى يشحرو عادي يديرو. انا كنديرو كل مره شنو كندير. انا دابا غادي نديرو وغادي ندير القياس ديال السكر. غندير انا هذا كيهز ليا 18، انا غندير غير 14 4 6 8 10 12 14. وبالنسبه للسكر البنات كيبقى لكم نتوما ديروا الحلاوه اللي بغيتو. صافي غادي نعمر البراد ديالي. الماء ضروري البنات يكون طايب غليان 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 مزيان. صافي البراد ديالي دابا عمرتو البنات. هانتوما غادي نحطو يتشحر، وهذا صافي ما عندي ما ندير به، غادي نخويه. هانتوما شوفوا البنات منين خويتو، شفتوا هذا راه وسخ، هذا ماشي اتاي. الاولاني هو اللي كنحتفظوا به. صافي البنات دابا حطيت البراد ديالي يتشحر. ملي غادي يتشحر غنحطو في الصينيه ونتلاقاو في الطاوله ان شاء الله. هانتوما البراد من بعد ما تشحر البنات، بما انني دايره الكحل غادي ندير هاد الشوشه في الكحل. صافي غادي ندير معاكم نوريكم كيفاش غادي يجي. غير نوريكم. يجي يا سلام البنات. وهنايا البنات هي ديال طبيلتي ديال الكوتي. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. شاركتها معكم في الفيديو اللي داز خاويه. اليوم شاركتها معكم عامره لا بلونش، درت فيها المسمن اللي درت معمر شاركته معكم بالكفته والبصله. وهذا المسمن العادي اللي كيجي اكثر من رائع البنات، شي حاجه طوب دو طوب دو طوب. واتاي اللي شاركته معكم حتى هو. كنتمنى الطبيله البنات تعجبكم، وهو كوتي وعشاء في نفس الوقت. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش لايك الفيديو طبيعه الحال الى عجبكم. ومرحبا بالبنات اللي تزادوا معنا في القناه، كنقول لهم مرحبا مرحبا بكم، شرفتوني. ونتمنى المحتوى اللي كندير يعجبكم. وهكا انا عندي قناه متنوعه، مره طبخ، مره هكا مغازات، مره افكار، كل مره شنو كندير فيها. نتمنى الفيديو يعجبكم البنات. كنقول لكم في امان الله وحفظه، ومع السلامه.